موضوعنا الأساسي هو الترجي الرياضي التونسي، ونبدأها بالعناوين. مبعوث من ستراسبورغ لمتابعة توغاي في الكلاسيكو، عرض رسمي لمحمد علي بن رمضان سبب تعطل صفقة سولا، الترجي يفسخ عقد مشموم. ما تنسوش باش تتابعوا الفيديو للآخر باش تفهموا كل كبيرة وصغيرة، وتتفاعلوا معنا في التعليقات، وأي سؤال تنجموا تتقدموا به ونجاوبوكم إن شاء الله. حسب موقع نسمة سبور فإن فريق ستراسبورغ الفرنسي سيرسل مبعوث لمتابعة قلب الدفاع محمد أمين توغاي في مباراة النادي الصفاقسي والترجي يوم الأربعاء، وينوي التقدم بعرض لإدارة الترجي للظفر بخدماته في هذا الميركاتو. وسينتهي عقد توغاي ب 30 جوان 2024، لكن يمكن لأي فريق راغب في خدماته شراء ما تبقى من عقده بداية من 1 جوان القادم. نتصور الترجي من صالحه تفرط في توغاي بعد تألق أمامه في الكلاسيكو الأخير ضد النجم الساحلي ووسط وجود ياسين مرياح، وما تنساوش سيناريو الشتي وغيرهم من الملاعبية، ولا شنو رايكم؟ وتقدم فريق لونس ثاني الدوري الفرنسي بعرض قيمتها 500 ألف يورو لضم متوسط ميدان الترجي محمد علي بن رمضان. يذكر أن عقد بن رمضان ينتهي في الصيف القادم، ولذلك لا يمانع الترجي في التفريط فيه. ولا زالت صفقة انتقال المحترف الليبي محمد سولا متعطلة إلى غاية الآن، وذلك بسبب عدم توصل إدارة الأحمر والأصفر إلى الاتفاق مع الأردني فيصل أبو زريق حول فسخ عقده أو تعليق إجازته. يذكر أن سولا رحب بعرض الترجي وعبر عن رغبته في العودة إلى أجواء البطولة التونسية، إلا أن تعطل المفاوضات مع المحترف الأردني عطل عملية انتقاله إلى فريق الدم والذهب. وافقت رسميا إدارة الترجي الرياضي التونسي على رحيل اللاعب زياد المشموم، وطالب اللاعب بفسخ عقده، خاصة وأنه خارج حسابات الإطار الفني ولم يشارك في أي لقاء خلال الموسم الحالي. وحسب مصادر خاصة لفوت 24 فإن اللاعب سيفسخ عقده في الأسبوع الحالي في انتظار تحديد وجهته القادمة. شكرا على المشاهدة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والتفاعل معنا في التعليقات.